حبايب قلبي، السلام عليكم. شلونكم؟ مشتاقين اكيد لكم. تحياتنا لكم، وان شاء الله استفاديتوا من الدروس السابقة. اليوم طبعا راح نشرح مقام جديد همين. احنا اشتغلنا الكورد واشتغلنا الحجاز. اليوم راح نبدي بدرس ثالث. طبعا راح نشرح اليوم مقام اللامي. طبعا هو مقام اللامي مو مقام اساسي، انفتح من ضمن الكورد، بس اشتغل عندنا وكل المطربين جاي يشتغلون به هسه، واكثر شيء يونس العبودي. يعني هو مقام ريفي يشتغلون به اكثر شيء الريف. زين، فتقريبا هو مثل خريطة المقام الكورد. هسه راح نتعرف عليه، بس للوضوح اكثر هو يبدي مثل مقام الكورد وبعدين يحول ياخذ لامي. خلينا نتابع الانطلاقية مالته على الخريطة. طبعا لا تنسون الاشتراك بالقناة على مود تستفادون اكثر. تابعوا يا عزيزي المشاهد على مود تشوف الخريطة مالته شلون يصعد. هاي خريطة مقام اللامي. المشكلة بمقام اللامي، طبعا احنا متفقين قلنا ذن الغربيات بدون تشريق، هاي طبلة تشريق فارغة. مقام اللامي تسليمه مو مثل انطلاقيته. انطلاقيته من الصول، بس تسليمه وين؟ تسليمه بالدو. تسليمه هنا، بحيث من تريد تجي تعزف للمطرب على مود تريد تسلم المطرب حتى يغني. هو المطرب ما يبقى مشلب وياك، لازم تسلمه على مود يبقى يغني ويكمل الحوار مالته. سلمت المطرب هنا، المطرب راح يبدي بعد. رجعنا للصول. احنا سلمنا المطرب، انطلقنا وياه، انطلق سلمناه بالدو، بعدين نزلنا سلمنا وين؟ سلمنا بالصول. وهكذا يبدي تعامل اللامي. طبعا هو مقام قلنا احنا ريفي، راح تحصل من عنده انجازات كلش حلوة. اللي يتعلم له راح يستفاد من عنده. وتحياتي لكم، واي شيء تحتاجون على العراقي بخدمتكم مثل ما اتفقنا. لا تنسون الاشتراك بالقناة. تحياتي لكم حبايب قلب، انتظرونا بالمقطع الجاي.